صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما نحب نعمل بسكوت العيد، يلا كل عام وانتم بخير. البسكوت بطريقة اسهل ما تكون. انا معايا هنا دول 3 كيلو من الدقيق، كمية بصوا رهيبة ان احنا نعمل كمية البسكوت الحلوة دي قوي. معايا اول حاجة كيلو الا ربع من السمنة وربع زبدة، ودول 3 كيلو من الدقيق اهمت. معايا انا حاطه نخلاهم برضو في طبق. معايا وكيلو من السكر، هنحط كيلو السكر في العجان. انا حطيت الزبده والسمنه على بعض وضفت عليهم كيلو السكر عشان هحطه على العجان يشتغل معايا كده. هنبتدي بقى نشغل العجان بتاعنا اهوت. على اول حاجه بعمله على سرعه هاديه، وبعد كده بصوا العجينه معايا عامله ازاي، القوام كريمي زي الكريم شانتيه بالظبط. هنا بقى هبتدي اضيف البيض. انا حطيت 12 بيضه. ضفت اول حاجه البرتقان، عصير البرتقان، وهنا معايا 3 برتقانات انا بشرهم، بشر 3 برتقانات بس القشر. ضفتهم عليهم وهشغل برضو لمدة 5 دقايق، وبعد كده هنزل بنص البيض. كمية البيض معايا في طبق، هنزل بنص الكمية اهي زي ما انتوا شايفين كده معايا، واحدة واحدة بالعجان. بصوا ايوه كده اهو، خلصنا كل الكمية. هحط هنا الدقيق معايا في الطبق، في طبق واسع عشان اعرف اعجن فيه البسكوت بتاعي. هنا دي معايا كوبايه من نشا الذره العادي، النشا بتاعنا. ومعايا هحط هنا معلقتين من اللبن البودر، ده اللبن البودر بتاعي اهو بالشكل ده. النشادر معايا اللي هي خميره البسكوت، انا ضفت معلقه واحده بس، ما كترتش عشان ما يخمرش معايا، يبقى تحسوا ان هو قابب كده. دي معايا هنا روايح الكحك بالبرتقال برضو ضفت لها. انا طبعا الفانيليا ضفتها على البيض عشان زفرة البيض ما يبقاش معايا، وضفت معلقة صغيرة من الملح، حاجة بسيطة جدا بحيث ان هي مع 3 كيلو مش هتبان الملح، بس هو لازم نضيف ملح على اي حاجة حلوة عامة بنعملها. معايا هنا بصوا العجانة اهوت، شايفين بقى القوام كريمي، كله كريمي معايا بالشكل ده. هنضيف كل الكمية دي على العجين بتاعي في طبق واسع عشان نعرف نعجنه. هنا انا ضفت 1 باكو بس من البيكنج باودر اهو، ونبتدي بقى نقلب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا ضفت، لقيت العجينه معايا طريه، ضفت لها كمان 3 كوبايات من الدقيق. يعني خد معايا 3 كيلو 3 كوبايات. هنا بقى لما ابتدي نشغل المكنه بتاعتنا، بصوا بالشكل ده، بصوا الجمال. انا عشان يبقى يابس بتاع المكنه غير القمع معايا لازم يبقى طري. هنا مشغلين بقى المكنه وبنبتدي نسوي معانا نعمل البسكوت. وهنا اول ما طلعنا اول الصاج من الفرن بالشكل ده، منتهى الجمال والروعه. بصوا مش نافش، يعني هو البسكوت بتاعنا زي اللي بنشتريه من بره. هنا بعد ما خلصنا كل الكميه، شايفين الجمال. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.